عارفين انتوا احساس ان انا واقفه بعمل التورتايه دي علشاني انا، عشان مناسبه خاصه بيا انا؟ اكيد طبعا احساس تاني خالص. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل تورتايه النهارده كيوته كده في نفسها وقمرايه جدا في نفسها، خاصه بعيد زواج، وده عيد زواجي انا. النهارده بقى نعمل تورتايه حلوه قوي، سهله في تزيينها، بسيطه، مفيش فيها اي حاجه برضو صعبه. وزي ما اتفقنا الفيديو اللي فات، التورتايه الاولى بتاعت عيد الزواج، ان في تورتايه تاني خاصه بعيد الزواج، وزي ما وعدتكم نزلت الفيديو اهو. ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا يلا بينا. اول حاجة كده معايا اسبونج مقاس 16، انا عاملاها مقاس 16، حاجة كده صغننة وجميلة. مقاس 16 ده يا جماعة يكفي لحد 6 افراد. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا اخرجها من القالب بتاعي. هي طبعا كانت في نفس اليوم، عملتها في نفس اليوم. يعني هي اصلا التورتايه دي ليا انا، كان المفروض ان انا اعملها من بالليل، بس لا، عملتها برضو في نفس اليوم. شكل كده بحب المهام الصعبة ان هو كله في نفس اليوم. هبتدي بقى ان انا اقطعها بالمنشار كالعادة، لان انا بحب جدا تقطيع المنشار في الاسبونج، بيخرج كل الطبقات زي ما اتفقنا قد بعضها بالظبط. هنا بقى ما شاء الله الله اكبر، يعني اللهم بارك، مطلعالي حوالي 5 رقات من الاسبونج. حاجة كده جميلة قوي. متوصية بنفسي بقى. زي ما انتوا شايفين كده اهو 5 رقات من الاسبونج. هنبتدي بقى نعمل الكريم جانتيه. معانا كوبايه من الكريم جانتيه، نص كوبايه من الباستري، ربع كوبايه من السكر البودر، وطبعا التحليه على حسب ما تحبوا. والنهارده بقى الحشو بتاعي حبيت ان انا احشيها مربى حليب او توفي. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما حطيت المربى حليب هبتدي احط حبه من الكريم جانتيه وانزل بالاسبونج فوقيها. نفس الكلام هحط برضو كريم جانتيه، بعد كده احط مربى حليب وشويه من الكريم جانتيه، بعد كده الاسبونج فوقيها عشان الاسبونج ما يتزحلقش من المربى حليب. والمربى حليب هنا انا كنت حطيتها على النار، فكت معايا كده زي ما انتوا شايفين، او حمام مائي، بس انا يعني حطيتها على نار هاديه وفكت معايا وكانت زي الفل. وهنا كده هبتدي ان انا الم كل الكريم جانتيه الزياده، وهبتدي ان انا احط بقى كده زي ما انتوا شايفين الكريم جانتيه من فوق، وابتدي ان انا اجلس التورتايه بتاعتي، او مش هجلسها، لا، ان انا هبتدي ان انا اغطي كل الاسبونج بتاعي. وهنا طبعا كانت ما شاء الله عليها الرقات كانت كتيرة، 5 طبقات، فبالتالي هتبتدي ان هي تتزحلق معايا. الرقات طبعا كبيرة فوق بعضها، كتيرة اسفة فوق بعضها. فهبتدي هعمل ايه، هبتدي ان انا احط لها شفطات او خلة اللي هي شيش طاووق. تمام. وهبتدي ان انا احطها في التورتايه بحيث ان هي تعمل لي ليها زي كده عمدان يعني تسندها. طبعا اي تورتايه بالحجم الكبير قوي دوت ما ينفعش خالص نسيبها من غير حاجه تمسكها، يا شفطات يا عيدان الشيش طاووق. وطبعا هنقصها ونبتدي نخليها ما تبانش خالص جوه التورتايه. وهنا انا كنت عايزه اعمل طبعا النص اللي هو يبقى لونه كده فوشيا كده لذيذ قوي، بحيث ان تورتات عيد الزواج كلها لازم كده يكون فيها اللون الابيض والفوشيا. ليه مش عارفه بصراحه. هنبتدي بقى كده بالكيس الحلواني نعمل زي قوس. شايفين قوس مش مقفول للاخر، او نص دايره. وهبتدي بقى بعد ما عملت نص الدايره هبتدي اجيب الدست الذهبي واحط له المذيب بتاعه عشان خاطر اعرف اشتغل بيه. وطبعا مش هشتغل واحط على التورتايه غير لما تكون دخلت التلاجة ساعة او ساعتين على الاقل، عشان اعرف احط الفرشة كده فوقيها. ده احسن حاجة. وبالنسبة بقى للشكل اللي طلع معايا، لان بصراحة الكاميرا عندي فصلت، اطلعه زي شكل السلالم كده، ان انا مثلا هعمل نص دايره كبيره وفوقيها نص دايره صغيره، وهكذا اصغر لاصغر لاصغر، عشان يطلع لي الشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامي، يعني قدامكم دوت، اللي هو شكل زي ما يكون سلالم كده. يا رب يكون الشكل واضح قدامكم. الكاميرا يعني كانت نازله خالص معايا كده، وكانت الدنيا مش لطيفه خالص. وهنا بقى الشغل كله عباره عن توبر فراشات وكام ورده كده، يعني هما كانوا وردتين اهم، وتوبر مكتوب عليه احبك، وشويه من الكريسب الذهبي اللي هو الكبير شويه، وشويه من الكريسب الصغنن خالص. شايفين. وحبيت كده ان انا احط شويه على الفوشيا. شغلها سهل وبسيط جدا جدا، مفهوش اي تعقيد ومفهوش اي حاجه صعبه خالص خالص خالص. دي كانت تورتايه النهارده، وده كان فيديو النهارده. انا قصدت ان انا اعمل معاكم تورتتين بشغل هادي وبسيط. التورتتين ينفعوا لعيد الزواج، حاجه كده هاديه وجميله وسهله وبسيطه
وتقدري تعمليهم من غير اي تعقيد، والشغل كله متوقف على الطوبر وعلى الورد. والورد طبعا والطوبر ده موجود عند اي حد بيبيع مستلزمات اعياد ميلاد او مستلزمات حلواني، لان بصراحة مش كل مستلزمات الحلواني بيبقى عندهم الطوبر والورد دوت. فالحاجات دي انا جبتها من عند الناس اللي بتبيع مستلزمات اعياد الميلاد. شغل بسيط وهادي، واي حد مبتدئ ممكن يقدر يعمله من البساطة والرقة اللي فيه. كده معاكم تورتتين تحفة في منتهى البساطة في منتهى الجمال. يعني ممكن تعملي اي واحدة منهم لان الاتنين ابسط من بعض واسهل من بعض. وده كان فيديو النهاردة، فيديو بسيط وسهل كده وجميل، يا رب يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب وكومنت حلو منكم، وسلام.